مش كل ما السرعة تعلى يبقى النت دايما سريع. في حاجة اسمها باندوث وبتلعب دور كبير جدا في القصة دي. تعالوا نفهم مع بعض يعني ايه باندوث. دايما بنقابل ناس تقول انا عندي نت عندي 1 ميجا، أنا النت عندي 5 ميجا، أنا النت عندي 100 ميجا. لكن الباندوث يا صديقي هي الكمية بتاعة النت اللي تقدر تعدي في الخط بتاعي من مرة واحدة. تعالوا نبسطها. تخيل معايا ان انت عندك ماسورة مية. قطر ماسورة المَيّة هو ده الباندوث، حجم الماسورة، حجم الداتا اللي هيعدّي داخل الماسورة، لكن سرعة المَيّة هي دي اللي بنسميها الspeed. يعني إحنا لو عندنا سرعة عالية لكن قطر الماسورة بتاعتنا أو الباندوث ما فيش باندوث، لأ هيحصل زحمة والسرعة هتبقى أبطأ. طب ليه الباندوث مهم في الاستخدام؟ أنا لو عندي تليفون وعندي لابتوب وعندي تلفزيون وغيري عنده برضه موبايل وغيره عنده لابتوب، أنا عندي مجموعة أجهزة داخل الشبكة، مجموعة الأجهزة اللي داخل الشبكة دي بتتقسم عليهم الباندوث. يعني أنت ممكن تحس إن النت بطيء لكن هي كده السرعة عالية. يعني أنت ممكن تقول أنا سرعتي 100 ميجا بس النت بطيء. هنا تكمن الفكرة. عدد كبير من الأجهزة في زحمة فالنت بطيء، عدد قليل من الأجهزة في سلاسة النت سريع. يعني بمعنى صح إن السرعة لوحدها مش كفاية، لازم نبص كويس قوي على عرض الطريق ويكون فاضي. لو استفدت من الحلقة اعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد. مع السلامة.